بتحس مرات إنك مش فاهم صاحبك؟ يوم بيحكي معك ويوم بيختفي. بتحبه بس مش فاهم كيف تتعامل مع مزاجه المتقلب. في أصحاب منحبهم عن جد بس مزاجهم بيخلينا نمشي على رؤوس أصابعنا، منضل نفكر شو عملت؟ زعلته؟ ليه فجأة قلب؟ بس خليني أحكي لكم شغلة، مش كل مزاجية معناها أنت اللي غلطت أو قصرت. مرات هم نفسهم مش فاهمين شو عم بيصير جواتهم، وورا هالمزاجية ممكن يكون في وجع وضغط وتعب أو حتى خوف من القرب. طيب شو أعمل؟ كيف ما أتأذى؟ أول شي افصل مزاجه عن قيمتك، مش كل مرة بينسحب يعني أنت اللي مقصر. 2. اعرف حدودك، كن متاح تساعد بس بدون ما تستنزف. وأخيراً إذا وجوده صار مؤذي البعد أحياناً أفضل. إذا عندك صاحب مزاجي بس بتحبه شاركه هالريل، وإذا أنت المزاجي اكتب لنا كيف بتحب اللي حواليك يتعاملوا معك.